السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي الغاليين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير في أتم صحة وحال يا رب. وحشتوني جدا جدا جدا، يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله جايه لكم بفيديو جديد. النهارده هعمل معاكم غدا حلو جدا وتقريبا كده كلنا بنحبوه، تحديدا الاسكندرانية. فعايزاكم تتابعوا الفيديو للاخر وتعملوا لي سبسكرايب للقناه لو اول مره بتتابعوا القناه بتاعتي وعجبتكم. ممكن بقى تاخدوا لفه كده في الفيديوهات بتاعتي وان شاء الله تعجبكم. وتعالوا ندخل على فيديو النهارده. وعايزه اقول لكم ان انا النهارده سامحوني ان انا هسجل معاكم على طول، يعني الصوت على الصوره على طول، علشان خاطر والله انا الفيديوهات اللي بسجلها صوت على صوره، لا اللي هي بسجلها وبعدين بقطع الصوت الاصلي وبسجلها في المونتاج. يعني بصراحه ما بعرفش لان دوشه العيال وكده، فانتوا عارفين. فالنهارده بقى هصور معاكم لايف كده، وعفوا وعذرا لو الفيديو طول عليكم. فانتوا اكيد لو بتحبوني هتستحملوني وهتتفرجوا على الفيديو من اول لاخر، وانا ان شاء الله هحاول اكون خفيفه ومش هطول عليكم. فيلا بينا ندخل على فيديو النهارده. احبكم جدا. طبعا انا عشان ما اطولش عليكم انا منضفه النهارده الاكل ما نعم اهو. بصوا النهارده ان شاء الله باذن الله هناكل جمبري يا جماعه، جمبري. تمام. وهناكل كابوريا اهي، هقلب الكاميرا برضه وهعرف لكم. وهناكل ان شاء الله واحدة قرن، وهناكل سمك بوري سنجاري. بصوا انا فاتحاه ازاي اهو، انا فاتحاه كده وهتشوفوا دلوقتي انا هحشيه ازاي معاكم. تمام. هلف لكم على الكاميرا هوريلكم انا هعمل ايه بالظبط علشان حبايبي ده جمبري. يلا بينا. بصوا انا قسمته، هو يعتبر كيلو فانا قسمته لان احنا مش هناكل كل ده. تمام. والكابوريا انا ما قسمتهاش علشان خاطر الكابوريا لما بتحط في الفريزر بتفضى. تمام. فانا هعملها كلها. وهنا السمك ده برضو يعني هما كانوا 5 فانا شلت 2 في الفريزر، شلتهم من غير ما يكونوا متنضفين، نضفت بس ال3 اللي احنا هناكلهم وبس. وادي التوم ده ماشي، انا فرمات توم وفلفل وشطه وكمون، البهارات اللي انت تحبيها. والخلطه دي بقى اختصارا كده انا هعمل بيها كل حاجه، يعني انا هعملها في كل ده. عباره عن ايه؟ بصل، توم، التوم طبعا مفروم واخده حته من دي. وايه تاني؟ اللهم صل على النبي. وخضره، والخضره دي كانت عندي في الفريزر، فلفل اخضر، وقلت طماطم والبصل والثوم وكده، يعني مش حاجات كتير، يعني مفيش افتكاسات، كل ده عندك في البيت. تمام. تعالوا بقى ايه نبدأ كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونعمل ايه الغدا بتاعنا اللذيذ. يلا بينا. بصوا انا مش شايفاكم، مش عارفه انتوا شايفيني ولا لا، يعني قصدي انا مش شايفه نفسي. فانا بصراحه مش عارفه انا ظابطه الكادر ولا لا. انا هقول لك الكاميرا الخلفيه هروح اشوفها واجيلكم. بصوا انا مش باينه بس مش مشكله. تمام. مش لازم انا اظهر يعني. بصوا بقى اول حاجه هعملها، بصوا او مثلا عشان نشيل كل الحاجات دي، خلي ده دلوقتي. زي ما قلت لكم كده اختصرت وعملت التتبيله كلها مره واحده. ادي الكابوريا. تمام. خلي الليمون ده بس عشان الليمون ده بتاع ايه؟ بتاع السمك يا جماعه. مفيش اي حاجه بتقول ان الاسماك بتحط عليها خل، فالناس اللي بتحط خل على السمك ده انا مش عارفه ازاي. هحط بقى شويه خلطه هنا على الجمبري. تمام اهو، شويه خلطه على الكابوريا اهو. وهنعمل ايه؟ هنعمل كده بسم الله اهو. الكابوريا كمان بسم الله الرحمن الرحيم. بس هنا بقى الكابوريا هزود لها ملح. طبعا الكابوريا حتى على النار بتقلب بالطريقه دي. طبعا الرخامه نضيفه فانا مش مشكله. هزود بس الملح على الكابوريا. محدش يقول لي كتير، لا هي الكابوريا انا بحبها مش مملحه اللي هي تكون حادقه يعني، لا
بس لما بتكون دلع بتبقى طعمها مش حلو. بصوا دي واحدة مفتوحة فيها بطروخ. تمام. نعم يا زوزو. ماشي تمام. هحطها فين بقى على النار؟ مش هحطها على النار، سيبها على البوتاجاز. الخلطة دي طبعا حرام لما ارميها، اصلا الرخامة نضيفة انا بمسحها 200 مرة في اليوم. والجمبري اهو، الجمبري ده هزود له شوية زيت، وللأمانة هحط له ايه مرقية عشان انا بحب الجمبري احط عليه مرقية. اظبط بس الكادر يا جماعة. تمام كده تمام اهو. ماشي. نيجي بقى عند السمك. ثواني نمسح الرخامة. نيجي عند السمك، هاخد بقى سمكية سمكية. تمام. مش هحط دي في الأرضية كده عشان خاطر برضو ايه اي زيوت او اي دهون تنزل من السمك ما تحرقش الصوت. هاخد حته كده صغيره. ماشي. وهجيب السمكيه بتاعتي. شوف بس الكادر مظبوط. انا عارفه ان الاضاءه مش تمام بس اعذروني. بصوا ادي السمكيه بتاعتي. طبعا السمك ده مملحاه غير التتبيله. ماشي. هعمل ايه؟ اللهم صل على النبي. اول حاجه هاخد ليمون. ماشي. وهحط بقى ايه شويه توم كده كده. ماشي. خلاص. طبعا ايدي نضيفه، انا اصلا بحب استخدم ايدي. وهرش عليه شويه خلطه. عايزه اقول لكم ان هو سبايسي جدا، وانا اصلا في واحده عايزاه مش سبايسي اهو. تمام. وهعمل ايه بقى؟ اروح مغلفه. بصوا زي بتاع بره كده. المطاعم بيعملوا السنجاري بالطريقه دي بالظبط، بس طبعا في البيت احلى وانضف. يعني انا كشروق ما بحبش. عايزه اطلع الليمون ده بره. ما بحبش اكل سنجاري من بره، بعرف منه. انا اصلا ما بحبش اكل بره. تمام. هناخد قطعه تانية بس طبعا هنغسل ايدينا. خدنا قطعه تانية من الفويل. ماشي. ودي السمكيه التانية وهعملها بنفس طريقه السمكيه الاولانيه. زي ما قلت لكم يا جماعه ما تنسوش تملحوا السمك عشان خاطر ما يكونش دلع. ده سمك فلازم يكون متملح كويس. وبرده هاخد شويه خلطه واعمل بنفس الطريقه. سهله جدا. طبعا انا مش بعلمكم، انا بشارككم. في ناس عشان تعلم عشان تعلم بيتعلم كلنا بنتعلم بعض. بصوا بقى ايه رأيكم؟ طبعا الاضاءة هنا احلى بس معلش هناك اوسع. فاهمين؟ ايه رأيكم؟ تحفة. بص هعمل ايه بقى؟ هحط زيت على الوش
وهدخلها على طول الفرن على طول، ما بياخدش وقت ابدا اهو. وهبتدي بقى ان انا ايه، احط زيت على كل سمكية. بسم الله. اهو بس كده، بس كده يا زوزو. اهو تحفه. ادي يا جماعه الكابوريا اهي تمام. وادي البصل ده انا مخرطوه عشان طبعا رز صياديه. وادي الجمبري ازوده شويه ميه والمرقيه وشويه الزيت زي ما قلت لكم. تمام. بصوا بقى مفيش اي مواعين غير البولتين دول، هغسلهم واغسل الحوض. اهو المطبخ نضيف والدنيا تمام، مفيش اي حاجه. وده اهم حاجه، ان انتي تعملي الاكل ومطبخك يكون نضيف، ما تسيبيش وراكي مواعين. اهو يلا بينا بقى ندخل ده الفرن ونعمل الرز الصياديه. بصوا يا حبايبي، انا حطيت البصل على النار بتاع الرز الصياديه والجمبري والكابوريا والسمك. مجرد ما احط الرز اروح حاطه ايه، اروح حاطه السمك. السمك ما بياخدش وقت في الفرن. نعم. فانا مش عايزاكم بارد. بس كنت عايزه اقول لكم حاجه، اللهم صل على النبي. كنت عايزه اقول لكم حاجه، اللهم صل. مش فاكره. بصوا يا حبايبي، ده البصل اهو بتاع الرز. طبعا لسه بدري، سيبكم من الحاجات اللي يعني متحمره قوي دي. دي كانت في الجناب بس عشان انا مقلبتوش على طول. عايزه تاخدي رز صياديه غامق ويكون حلو قوي، لازم تغمقي البصله، مش اللي هي محروقه، لا تغمقيها. هتشوفوا معايا دلوقتي. واحنا اصلا عايزه اقول لكم ان احنا ما بنحبش الرز غامق قوي، يعني انا ولا عماد ما بنحبوش الرز غامق قوي. ودي الكابوريا اهي. في ناس بتحط لها ميه، انا مش بحط لها ميه يا جماعه، انا بخليها كده تستوي منها فيها، تستوي منها فيها. باجي جمبري لسه ما غليش اهو. هناخد احلى شوربه جمبري، عايزه اقول لكم من الخلطه دي بجد. عايزه اقول لكم من حبه كده، يعني من شهر تقريبا او اسبوعين، كنت عامله جمبري بس كنت عاملاه طاجن. كنت عامله شوربه كريمه، اللي هو شوربه السي فود بالكريمه واللبن والكلام ده، من اسبوعين كده تقريبا او شهر، مش فاكره والله. المره دي عايزه اقول لكم انا ما حبيتش شوربه الكريمه، او شوربه السي فود دي اللي هي بالكريمه واللبن، فلا ما بحبش الشوربه دي اكتر. زي ما انتم شايفين البيت متروق والاوض متروقه والدنيا تمام وزي الفل اهو. السمك اهو، السمك اهو شغلت عليه النار فوق وتحت. تمام. طبعا يا جماعه الفرن متقشر، ده مش متوسخ ولا حاجه. تمام. نرجع للبصل تاني. نفضل بقى نقلب كده. وزي ما قلت لكم انا وعماد ما بنحبش الرز غامق، فاهمين؟ فانا يعني 5 كده، وهزوده بقى ايه الميه. مش عايز.
بصوا بقى الجمبري خلص اهو. طبعا احنا مش بنخلي الجمبري كتير على النار عشان خاطر القشره بتاعته ما تبقاش لازقه على اللحمه ويبقى ناشف كده. فهو كده استوى الجمبري، ما بياخدش يا جماعه 5 دقايق على النار. طبعا احلى شوربه، بحب شوربه الجمبري تكون غامقه كده. ماشي، نيجي بقى عند الرز. الرز اهو طلع غامق. طبعا انتوا عرفتوا ده من البصل، ان البصل هو اللي غمق، مش مشكله برضو عادي يعني. وادي الكابوريا اهي على النار. ماشي تستوي بس كده. وادي السمك. حاضر يا زوزو. السمك بقى تحفه اهو، برضو ما بياخدش كتير على النار. هو النجم ان شاء الله ربنا يفتحها في وشه امتى ويجي بدري؟ النجم هيجي بدري امتى؟ الراجل مات في الفرح. من وشك. الحمد لله انا ما كنتش معاك. اسم الله على اخويا. ايه جايب هدوم تاني ليك؟ يا نهار. الحمد لله جت بسيطه. ادخل. جبت ايه هدوم؟ خدش. ايه يلا قوم. خدي منها يا بابا. خدي مني. معلش يا حبيبي. يا جدعان والله العظيم. عصيم والله العظيم. وسط حبيبتي دي. حبيبة قلبي. انا اللي هي ربة المنزل. فعلا ربة المنزل. صح، انت عندك حق. انا الخدامه بتاعت النجم. حاجه تبع المنزل يا باشا. احنا من غير ما انا فعلا انا تبع المنزل بس. من غيرك هنا مالناش موضوع يا حبيبتي. ست العالم ام اسد. شيلي يلا خشي جوه يا تاج. ايه العماد اللي في ايد غزل ده؟ ايه اللي في ايديك؟ اللبن. يلا خشي جوه يا وليه خشي. خشي يا بنت. اتفضل. انا النجم بتاعنا ما اتكسرش. تعتك. الفرحه بنت على وشه. ليه يا جماعه الضحكه دي؟ عشان غسلت لسيدي وتجرسي كتشي. ماما يا ماما. شفتوا خلصنا. يا ماما بيوريكوا التليفون المعفن اللي جايبه. ايوه ايوه 17. هاتوا لمراتك بدل ما تجيبوا لنفسك. ايوه بيرحبوا بيك. عارفينك نجم مهرجانات. مش عايز كلام كتير عشان جاي مصدع. والنهارده كان عندي شغل كتير. كلام كتير. لو سمحتي عايز اقعد على انفراد لو سمحتي. من لك اللي لكيته. تعبت وجعانها بطني مقلوب. ام اسد ما حدش يعرف ياكل الاكل في الدنيا غير من ايد ام اسد. حبيبه قلبي. روحي انتي، قلبي انتي، مزتي انتي، حبيبه قلبي انتي. ايه ده المهرجان اللي انتي مهرجان قلبي. ما انا خدامة قلبك. طب كده هقول كلام مش حلو يا ناس. ايه ايوه هاتي بوزه من بقه. بوزه من بقه دي 24 ساعة شغالة كابونجا. 24 ساعة. كابونجا هاتي بوزه.
بتقول لك عايزه ايه؟ دي عشمانه ان انت تديها التليفون الايفون ده تسمع. بص يا باشا، انت لو عيطتي دم مش صح والله عندك حق. قلبي دق بالكلمه. بقول لك يا نجم ان شاء الله باذن الله احنا هنمشوا امتى من هنا؟ انا عازل امتى؟ حلو. انا هنمشوا ايه؟ انا عازله امتى من هنا ان شاء الله باذن الله؟ لما ربنا يريد لينا ميعاد ان شاء الله. ايوه امتى الميعاد ده عشان اتخنقت. لينا ميعاد ان شاء الله، وتعزلي يما في احسن حته في الدنيا ان شاء الله. وبعدين الحته يما اللي انت بتبقي فيها تخليها جنبك. انا عارف. ايوه. اي بس كنت قولي كنت قمر النهارده، قولي الحاجه. انت قمر على طول يا عماد. قولي ان انا حلو النهارده. وعي الحق البيت. كخ بقول لك يعني ما تاخد غزل تشغلها معاك في ايوه. خليك ممكن اخدها معايا فرقه. بص دي. ايوه.